بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض الكنتاكي القمر ده. ما شاء الله عليه، جميل جدا جدا جدا. اعمليه في البيت، كفاية نظافته وطعمه. ولادك هيحبوه قوي قوي قوي، وهينسوا طعم اللي بره، وهينسوا اصلا الكنتاكي بتاع بره لو دقوه. ما شاء الله عليه. اعمليه بس بالخطوات اللي انا عاملاها، جميلة جدا جدا جدا. هنشوف مع بعض الخطوات خطوة خطوة. الخطوة اللي بعد كده بعمل الكفر بتاع الكنتاكي. اول حاجة معايا دقيق سادة انا نخلاه كويس قوي. بعد كده عندي هنا دقيق تاني، معايا دقيق تاني بس بحط عليه البهارات ببهره. عندي بابريكا، فلفل اسمر، كركم، ملح، شطة دي اختياري، كمون، معلقة صغيرة من السكر، وطرف المعلقة زنجبيل. زي ما احنا شايفين معايا البهارات هحطها، هنزل بيها على الدقيق زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بحط ربع معلقة او نص معلقة من الكيك شيف. هو الباكو كله فيه معلقة واحدة، انا هحط نصه. انا استخدمت نصه قبل كده فده نصه. بعد كده بحط معلقتين كبار من النشا واقلبهم كويس قوي. بقلب البهارات مع الدقيق مع البودر. ممكن نحط كيك شيف بس مش كان متوفر، حطيت بودر. انا بفضل الكيك شيف. طبعا انا قلبتهم كويس قوي. بعد كده باخد الفراخ زي ما احنا شايفين كده، بنزل فيها. دي على فكرة وراك مش صدور، كلها وراك بس انا خليها من العظم والجلد. بنزل فيها بالدقيق زي ما احنا شايفين كده، تمام، رشة بسيطة. بعد كده بديها في المية وانزل عليها على الدقيق المبهر واغطيها كويس قوي، واعمل لها كفر كويس قوي زي ما احنا شايفين كده. بحطها في الطبق قبل ما نيجي نقليها زي ما احنا شايفين. كمان واحدة زي ما احنا شايفين كده. بنزل في الدقيق السادة بس كده وانفضها، وارجع احطها في المية غطة بسيطة. بعد كده بنزل في الدقيق المبهر. يا ريت تجربوه، هيعجبكم قوي قوي. انا عملته بطرق كتير قوي، وكل طريقة والله كانت ناجحة معايا. انا مش بقول كده، على فكرة هي فعلا كل طريقة كانت ناجحة معايا زي ما احنا شايفين كده. عليها شوية، اعمل لها كفر محترم وانفضها كويس قوي من الدقيق. انا عملته قبل كده بخلطة الدجاج اللي احنا كنا عاملينها، وعملتها بالكريسبي، وعملتها بطرق كتير قوي. بعد كده هجيب واحدة كمان معايا. بعد كده بكمل انا لوحدي. يا ريت لما تجربيها وتعجبك ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة. وعملتها على فكرة بالدوريتوس، كانت جميلة قوي. كل مرة عملتها كانت جميلة قوي، احلى من التانية. وفي طاسة على النار بحط فيها زيت، وعندي هنا الفراخ اللي احنا تبلناها. انا سبتها شويه في التلاجة لاني بصراحه مش كنت عايزه اقليها دلوقتي، فاقليها عادي عادي. على فكره ما بيحصلش اي حاجه، بس انا كمان ما بحبش احطها في الفريزر لاني صراحه بحبها فريش زي ما احنا شايفين كده. طيب الزيت ابتدى يسخن معانا، هنزل باول واحده. هيبتدي اهو زي ما احنا شايفين، وانا معليه النار بقى. بعد ما كنت موطيه عليت هيبتدي بقى يطلع معايا. ادي القطعه الثانيه، ادي القطعه الثالثه. ما شاء الله عليه. هقلب الناحيه الثانيه زي ما احنا شايفين كده. ما شاء الله عليه. هرجع اقلبه تاني
ياخد لون كمان من هنا وارجع اقلبه تاني. زي ما احنا شايفين الصورة بتتكلم عن نفسها. ده وراك على فكرة مش صدور. على فكرة الوراك جميلة قوي، الانسجة بتاعتها بتبقى طرية كمان عن الصدور. احنا جربنا الصدور وجربنا كل جميع الطرق هنعملهم مع بعض، اللي لسه مش عملناه هنعمله. بس على فكرة والله ليه طرق كتير قوي وكلها كويسة. انا بطلعه معاكم زي ما احنا شايفين كده، بس يتحط كده. الثانية هسيبها تستوي شوية على الناحية الثانية واحط تاني في الطاسة. حطينا الرصة الثانية، وعلى فكرة بتعلي بالنار اول ما تحطي، وبعد كده بتبتدي تهدي. زي ما احنا شايفين عملنا مع بعض الكنتاكي. على فكرة ده الوراك كل الولاد فرحانين بيه قوي وطعمه حلو قوي، هما مش صابرين عليه خالص. واحنا هنحشيه بالفينو، احنا جايبين هنا فينو هنحشيه بالفينو. على فكرة ممكن يتاكل جنب رز بسمتي، جنب مكرونة، جنب اي حاجة انت بتحبيها تاكليه جنبها عادي، مفيش اي مشكلة. بس احنا المرة دي هنعمله في الفينو، هنشوف مع بعض. زي ما احنا شايفين ما شاء الله عليه بقى. لو عندك كاتشب او عندك مايونيز او عندك اي صوصات، على فكرة جميل قوي قوي قوي، وجربيه والله العظيم هيعجبك موت. يا ريت ما تنسينيش في اللايك واشتراك في القناة لو جربتيه وعجبك. لو في اي استفسار او اي حاجة اعملي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.